كان نفسي أعيش زي باقي البنات، أحب وأضحك، واللي بحبه يجي يتقدملي وأفرح وأنا مكسوفة. كتير عليا أعيش الإحساس ده. نفس النمرة تاني، كل شوية يرن وما بيردش. ألو. الو، هعرفك بنفسي. انا الدكتور ممدوح. عارف انك ما تعرفنيش، بس انا اعرفك كويس. انا اول واحد انت شفتيه. انا الدكتور اللي ولد امك يا غالي. أمي؟ أنت تعرف أمي؟ أنا أبويا زينو ما بيحكيليش عنها خالص. طب قولي أنت تعرفها إزاي؟ ومين قال ان ابوكي هو زين؟ أنت بتقول إيه؟ أنت لازم تعرفني الحقيقة كلها. مين أبويا ومين أمي؟ الحقيقة كلمة سهلة بس ثمنها غالي. مستعد تستحمل الحقيقة؟ أرجوك يا دكتور عرفني. انا قعدت اكتر من 20 سنة تعبان بسببك، مع اني دكتور فاسد وعملت جرائم كتير، لكن انت اكتر واحدة ضميري تعب بسببها. والدتك كانت ست، يا ريتني ما طلبت أعرف الحقيقة. يعني أمي اللي كنت راسمة لها صورة الأم المثالية اللي كلها فضايل تطلع عكس كده خالص. يعني أنا طلعت مجرد غلطة من غلطاتها الكتير. حظها الوحش هو اللي منعها إنها تخلص مني. أنا عارف كل حاجة غالية. أنا شفت كذا مرة زينو مع الدكتور ممدوح وعرفت الحقيقة كلها، لكن زينو وعطية هددوني بالقتل. حقك عليا، بس أنا خواف وجبان غصب عني. غصب عنك؟ انت عاوز تعمل فيا كده؟ ده انت اكتر حد كنت واثق فيه. بس أنا مش هفضل جبان على طول. اهربي اهربي يا غالية. طب وعطية هتعمل معاه ايه؟ هواجهه لو مرة في حياتي. لازم يبطل ظلم وافتراء. يا معلم العروسه اتأخرت ليه؟ اتأكد الواد عوض جوز. يا عم عوض غالي اتأخرت ليه؟ هي غالية تعبانة وشكلها تعبانة قوي. ايه اللي تعبان؟ ايه الموضوع ده؟ لا يا معلم. معلش يا معلم، هي بس تعبانة شوية وهتروق شوية بس كده 5 كده، وهتبقى تيجي وهتقعد معانا. غالية فين يا عوض؟ غالية أنا عرفتها بكل حاجة، ولا اللي هربتها، واللي عايز تعمله اعمله. مش هخاف منك. وانت طلعت واطي زيهم، وانا كنت فاكرك في يوم من الايام طيب.
عوض دفع تمن مواجهته بالظلم ومات، وانا كان لازم اهرب بعيد على قد ما اقدر. عطية اتحول لوحش بيموت اي حد يقف في طريقه. وهنا تظهر انجي واصعب عليها وتقنعني اني اعيش معاها في بيتها، عشان هي كمان وحيدة زيي واهلها عايشين برا مصر. انجي كانت بتعاملني كأني اختها وكانت مبسوطة بيا قوي، وانا حسيت ان ربنا عوضني عن عوض بحضن اخت زي انجي. عمري ما حسيتني بفقري او عجزي، حبيتها قوي. في إيه يا غالية؟ انت تفضلي قاعده في البيت كده على طول؟ يلا بقى قومي البسي وغيري عشان تنزلي تخرجي معايا. يا ستي ده انا ما صدقت لما تيتا مشيت عشان نعرف ناخد راحتنا في البيت. لا 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 يا ست انجي، اعرفيني انا من اصحابك دول، تلاقيهم ناس علوي وانا مش قدهم ولا قد كلامهم. كذا مره اقول لك بلاش ست انجي دي، وبعدين ما تقلقيش ما انا معاكي، اي حد يسالني عليكي هقول قريبتي من البلد. يلا بقى قومي غيري خلينا نخرج ونلبس. الهي يا غاليه لو ما قمتي تصحي تلاقيني غرقانه في البنك. لا لا لا، بعد الشر عليك يا ست انجي، انا هقوم حاضر اهو. طب يلا بسرعه وما تتاخريش. عن اذنك. يلا. يا شباب ازيكم عاملين ايه؟ اهلا. عامله ايه؟ اعرفكم، غاليه قريبتي وجايه تعيش معايا هنا في مصر، هي من البلد اصلا يعني. غاليه اعرفك، ماجد فريد سمر. هاي غاليه، مبسوطه معانا في مصر؟ مبسوطه معاكم؟ مبسوطه. ايوه بس انت لهجتك مش من الارياف. ما هي مش من القريه جوه، هي من المركز بره. طب يا ستي على العموم مش مهم، نورانا. وعلى فكره اسمك حلو قوي. لا بجد ما تخافي يا عم ماجد، مش كده يعني. طيب انا هقوم اظبط الميك اب بتاعي. تعالي عايزاكي. في ايه؟ ما تخافي شويه على ماجد، الناس كلها بدات تاخد بالها. مش قادره يا سمر، بحبه وبغير عليه وهو التلج مش بيحس. انت عارفه لولا انه عيب كنت رحت اتقدمت له انا عند اهله. خليكي ناصحه، لو هو تقلان عليكي تقلي انت كمان عليه، ما تبقيش مدلوقه كده. معلش يا سمر سيبينا شويه لوحدنا، عايز اقعد مع انجي. ماشي، داخله اظبط الميك اب بتاعي. عملت ايه يا انجي في اللي قلت لك عليه؟